يا صباح الخير. لغة الأخلاق في طريق تطوير الذات والبحث عن تحقيق الأهداف والنجاح. يا جماعة لازم نلتزم بلغة الأخلاق. امبارح وأنا بقلب كده لقيت الأستاذ محمد شردي عنده برنامج تقريبا في الحياة، ولأنه وحشني جدا الأستاذ محمد شردي. راجل يعني أنا كنت بتفرج عليه يمكن وأنا صغير عن كده كتير، من 20 سنة 25 سنة حاجة كده. فقلت اقعد اسمعه. الاستاذ محمد برضه من الناس المحبوبه يعني. ولقيت الاستاذ محمد شردي اعتمد لغه الحقيقه اقل ما يمكن ان يقال عنها انها لغه سوقيه جدا، وبدا يستخدم الفاظ زي عند خالتك وحياه امك، وهي دي لا مش عارف روحيه دي تبقى خالتك. يعني الحقيقه ان هذه اللغه السوقيه التي بدأنا نعتمدها على الشاشات الحقيقة انها تنبئ نبأ خطير، ان احنا بننحدر. واذا كان هي دي الرموز اللي بتتحدث، واذا كان هي دي مش هقدر اقول استاذ محمد صحفي، هو شبه صحفي، ومش هقدر اقول عليه سياسي لكن برضه هو شبه سياسي. استاذ محمد رغم ان هو اشتغل في الصحافة وكان عضو مجلس الشعب واشتغل في السياسة، إلا إنه تأثيره سواء الثقافي أو السياسي يعني شبه. ولكن مازال الأستاذ محمد بيطلع على الشاشات وبيعمل برامج، وبالتالي رغم إن هو كان بيتكلم عن اليهود وعن الأعداء، إلا إن ده مش مبرر. يعني حتى لو إحنا بنتكلم على أعدائنا، ده مش مبرر أبدا إن إحنا نستخدم هذه اللغة السوقية، او ان احنا نطلع من جوانا اشياء وحشه ونقع صح نكمل الاعداء. لان الحقيقه كل اناء بينضح بما فيه. فالانسان اللي ما عندوش لغه سوقيه مش هيعرف يقول لغه سوقيه حتى لو بيتكلم على اعداء. وان احنا علشان بنتكلم على اعداء فنضطر نستخدم هذه اللغه، الحقيقه لا، ده غلط. لان ليس مبررا ان يكون في حرامي فتسرقه. يعني هذا انك تسرق حرامي ده مش مبرر ان هو حرام انك تسرقه، انك هتبقى حرام انت كمان. فالحقيقة ان استاذ محمد واشباه المتعلمين وانصاف المواهب ما زالوا بيتحكموا في مجتمعنا. وبنرجع تقول تاني احنا زعلانين من السوقية اللي على التيك توك وعلى البلوجر، وازاي بيتكلموا بهذه اللغة السوقية يا جماعة طب ما احنا اللي بنعتمد ده. اذا يعني الناس اللي احنا مختارينهم يعبروا للناس عن الاحداث اللي بتحصل على الشاشات، محمد شردي من الناس اللي بتخاطب فئه من الشعب هي الفئه البسيطه، وبالتالي هو بيعتمد هذه اللغه. يعني ما تقوليش انا بعمل كده عشان الناس تتقبلني في هذا المستوى، لا بالعكس، المفروض حضرتك ترتفع، تجر قاطره الوعي واللغه لفوق، مش تنزل بيها لتحت عشان الناس تفهمك. يعني حضرتك على الاقل ما قلتلكش تتكلم باللغه العربيه الفصحى، ولكن تحدث بما يعني يليق بان حضرتك طالع على شاشه تتكلم الناس، حتى لو بتتكلم على اعدائك. يعني هذا ليس مبررا. الاخلاق ولغه الاخلاق هي الاهم يا استاذ محمد. الاخلاق ولغه الاخلاق هي الاهم يا قناه الحياه. الحقيقه ان ربنا يقول لك خذوا العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ربنا يحثنا على الاخلاق. رسولنا الكريم يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. يعني بلاش احنا يا جماعه كمان نتخلى حتى عن لغه الحوار المحترمه، لغه الحوار الراقيه، علشان حتى الناس اللي بتسمعنا تتعلم، تقرا، تفهم ازاي تتكلم. لكن احنا نستخدم هذه اللغه السوقيه ونبدا نقول الفاظ ومبررنا ان احنا اصلا بنتكلم على اعداء، علشان الناس بعد كده لما تطلع تقلدنا ويقولوا هذه الالفاظ نقول عليهم كخه ووحشين. طب ما احنا اللي علمناهم، احنا اللي وريناهم، احنا اللي حطينا لهم هذه القدوه تتكلم بهذه اللغه السوقيه المتدنيه. ارجوكم اعتمدوا اللغات الراقيه في الحوار، خلونا نقدر نرتقي بمجتمعاتنا. اشكركم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك، تكتبوا سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.